فيلمنا بيبدأ بكوبري هادي جدا وضلمة، وشاب وشابة اسمهم سادي وكريدج قاعدين جوه عربية وبيحبوا بعض. بس اللحظة الحلوة دي بتقف فجأة لما بيسمعوا أصوات غريبة بترن بره العربية. كريدج بيتوتر وبيقرر ينزل عشان يشوف في ايه بره، لكن ما بيشوفش أي حد موجود حواليهم في المكان ده. بس فجأة وفي لحظة واحدة ومن غير أي مقدمات، سادي بتصرخ برعب شديد جدا وبتجري ناحية الغابة القريبة منهم، والقاتل بيبدأ يجري وراها عشان يمسكها ويخلص عليها. بس لحسن الحظ الراجل بيتكعبل في سلك وبيقع على الأرض. وبعد الوقعة دي بتظهر بنت تانية اسمها ميكايلا كانت مستخبية. البنتين بيحاولوا يغمى عليه باستخدام صاعق كهربائي، بس المحاولة بتفشل، فميكايلا بتضربه بشاكوش على دماغه عشان تخليه يفقد الوعي تماما. في المشهد اللي بعده الراجل المنقب بيفوق جوه مخزن غريب، وبيكون مربوط كويس جدا على كرسي ومش عارف يتحرك، وبيكتشفوا انه قاتل متسلسل مشهور وخطير جدا اسمه لويل. لويل بيهددهم انه هيقطع جسمهم من جوه لبره بمنتهى الوحشية. بس البنتين بيكشفوا المفاجأة انهم اصلا اكبر المعجبين بيه وبشغله، وانهم فاتحين مدونة على النت عن الجرائم الوحشية اسمها تراجيدي جيرلز، وبيتضح انهم كانوا بيحاولوا يستدرجوه بقالهم فترة طويلة جدا عشان يمسكوه. وسادي اضطرت تواعد وتخرج مع تقريبا 30 شاب مختلفين قبل ما لويل يظهر لهم اخيرا ويقع في الفخ بتاعهم ده. سادي بتقول له انهم عايزينه يبقى المعلم بتاعهم ويعلمهم اصول الشغلانة دي، بس لويل ما بيظهرش اي اهتمام بكلامها وبيتف عليها باحتقار شديد. وفي اللحظة دي كريدج اللي كان مرمي قريب منهم على الارض بيطلع لسه عايش وبيتكلم بصوت ضعيف جدا وبيترجاهم يطلبوا الاسعاف فورا. بس في صدمة غير متوقعة تماما سادي بتحط كمامة في بقه وبتخنق الولد المسكين ده لحد ما بيموت في ايديها. والافظع من كده ان البنات بيبداوا يقطعوا جثته حتت صغيرة عشان يدوبوا الاجزاء دي في الحمض ويمحوا اي اثر للجريمة دي تماما. بعد كده بيحطوا كيس على راس لويل وبيقفلوا عليه اوضة ضلمة وبيرجعوا كل واحدة على بيتها كأن مفيش اي حاجة حصلت خالص. تاني يوم الصبح البنات بينشروا على صفحتهم على تويتر عن كريدج، واللي بيعتبر دلوقتي في اعداد المفقودين ومحدش عارف مكانه فين، وحتى بيتناقشوا في الموضوع ده مع كذا طالب في المدرسة بتاعتهم، وبيطلبوا منهم يتابعوا صفحة تراجيدي جيرلز عشان يعرفوا اي جديد عن القضية. بعد شوية في الفصل الشريف المدينة بيوصل عشان يحقق في الموضوع، وبيقول ان احتمال كبير يكون كريدج هرب من بيته وطفش. بس سادي وميكايلا بيعترضوا على كلامه وبيقولوا رأي تاني خالص، وبيقولوا انه غالبا هيكون الضحية الجديدة للقاتل المتسلسل اللي قالب الدنيا. بس الشريف مش مقتنع بكلامهم ده وشايف انه مش حقيقي، وبيطالب الطلاب انهم ييجوا يبلغوا لو عندهم اي معلومات تفيد التحقيق. بعد كده البنات بيلاحظوا ان الشريف واقف بيتكلم مع ولد اسمه جوردن، وجوردن ده بيكون زميلهم معاهم في نفس المدرسة ونفس الفصل، وبيتضح ان سادي وجوردن صحاب جدا وعلاقتهم كويسة ببعض، بس هو عنده كراش كبير عليها وبيحبها جدا من طرف واحد. ميكايلا عايزة تخلص منه وتطلعه من حياتهم بأي طريقة ممكنة، بس سادي بتصر انهم محتاجينه عشان بيعرف يعمل مونتاج للفيديوهات بتاعتهم، وبتقول لصاحبتها انه موهوب جدا وهينفعهم في الشغل بتاعهم على المدونة. بعد كده البنتين بيكونوا متضايقين جدا عشان الفيديو بتاعهم مش جايب مشاهدات كتير، وبرضه بيراجعوا كاميرات المراقبة عشان يراقبوا لويل وهو محبوس في المخزن، واللي بيحاول بكل قوته ويأسه انه يحرر نفسه ويهرب منهم. فبتجي لهم فكرة جديدة عشان يزودوا عدد المتابعين بتوعهم على الصفحة، وهي انهم يرتكبوا جرائم قتل بنفسهم ويلبسوها لويل في الاخر وينشروا عنها على صفحتهم عشان يشدوا الناس والعدد يزيد بسرعة. بعد شوية البنات بيروحوا عشان يحضروا تمرين فريق التشجيع في المدرسة، وهناك رئيسة المشجعات اللي اسمها سيلفيا بتتريق على ميكايلا جامد عشان مش لابسة الجزمة المناسبة للتمرين وشكلها مش عاجبها. الموضوع ده بيستفز البنتين جدا وبيضايقهم من سيلفيا وطريقتها، ولما بيشيكوا على السوشيال ميديا بتاعتهم بيلاحظوا حاجة غريبة جدا، ان توبي الاكس بوي فريند بتاع ميكايلا عنده متابعين اكتر منهم هما الاتنين. فبيروحوا يتكلموا معاه، وسادي بتطلب منه انه يعمل دعاية للمدونة بتاعتهم، بس هو بيرفض طلبهم ده وما بيرضاش يساعد معاهم في الموضوع ده خالص، وبدل ما يساعدهم بيبدأ يتكلم في حاجات فلسفية عشوائية وملهاش معنى. والكلام ده بيعجب ميكايلا جدا وبتنبهر بيه وبطريقة تفكيرها العميقة دي. لما بيرجعوا البيت سادي بتعلن انها عايزة تقتل توبي وتخلص منه، بس ميكايلا بتعترض على الفكرة دي عشان شايفة انه ولد كيوت ولطيف. برغم رأيها سادي بتنجح انها تقنعها بالفكرة في الاخر، وبيبدأوا يخططوا لقتله باستخدام الموتوسيكل الجديد اللي لسه مشتريه قريب. بس الاول بيرجعوا المخزن عشان يأكلوا لويل اكل كلاب عشان يفضل عايش. بالليل توبي بيكون سايق الموتوسيكل بتاعه على الطريق لوحده تماما، وفجأة من وراه
بتظهر ميكايلا وهي سايقة عربية بسرعة جنونية وبتقرب منه جدا، وكانت خلاص هتدوسه وتخبطه بالعربية بتاعتها. الولد بيرتبك جدا وبيزود السرعة عشان يحاول يهرب منها بأي طريقة، بس بيتفاجئ بوجود مسامير على الطريق قدامه وما بيعرفش يتفاداها خالص. خلينا نقف هنا لحظة واحدة، ولو مستمتع بالمفاجآت وتطورات القصة دي ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان ما يفوتكش أي ملخصات أفلام مثيرة جاية. وده بيجبره إنه ينحرف بالموتوسيكل بعنف ناحية جانب الطريق ويقع. سادي كانت بتصور كل اللي بيحصل ده فيديو من أوله لآخره، والبنات بيتفرجوا على الفيديو بحماس شديد جدا وهم مبسوطين باللي عملوه. بس بعد شوية بيسمعوا صوت توبي وهو بيتألم جامد قريب منهم، وبيدركوا إنه لسه عايش وما ماتش من الوقعة الجامدة دي، فعشان كده بيبدأوا يطعنوه بالسكينة كذا مرة عشان يخلصوا عليه تماما. وفي اللحظة دي بالذات في عربية بتقف قريب منهم على الطريق. سادي بتجري بسرعة عشان تشوف مين اللي وقف في الوقت ده، وراجل بيسألها لو محتاجة أي مساعدة أو لو في مشكلة، فبترد عليه وبتقول له إنها مجرد مشكلة بسيطة في العربية وهي هتصلحها. في الوقت ده توبي بيحاول يصرخ عشان يطلب المساعدة وينقذ نفسه، فميكايلا بتضربه طعنة تانية وحشية جدا عشان تسكته خالص وما يتكلمش. توبي بيقول لها لو كده كده هيتقتل، فهو مبسوط إنها هي اللي بتعمل كده، وبعد الجملة دي بياخد آخر نفس ليه وبيموت بين إيديها. بشكل غريب ومقز ميكايلا بتثار جدا من كلماته الأخيرة دي، وبتبدأ تبوس جثته الهامدة لحد ما صاحبتها بتوصل وبتوقفها عن اللي بتعمله. تاني يوم الصبح البنتين بيوصلوا المدرسة وهم متحمسين جدا عشان ينشروا الخبر عن إنهم لقوا توبي مقتول بوحشية الصبح بدري، لكن بيصابوا بخيبة أمل كبيرة لما بيعرفوا قرار السلطات في الموضوع، وإنهم اعتبروا اللي حصل مجرد حادثة طريق عادية مش جريمة قتل. بعد كده بيقابلوا جوردان اللي بيقول لهم إنه بيدعمهم وواقف في صفهم، لأنهم الوحيدين اللي بيحاولوا يخلوا الناس تشوف الحقيقة اللي بتحصل. وهو كمان بيحذرهم إن الموضوع ممكن يكون خطر كبير عليهم هما الاتنين، خاصة مع وجود قاتل متسلسل أخباره مالية الدنيا في كل مكان. بس البنتين بيقولوا إنهم مش خايفين من أي حاجة ممكن تحصل. بعد شوية سيلفيا بتجمع لجنة حفلة التخرج وبتطرح عليهم اقتراح، وبتقول بما إن 2 من زمايلهم ماتوا في وقت قصير فالمفروض يلغوا حفلة التخرج السنة دي تكريما ليهم ولذكراهم. ميكايلا وسادي بيعترضوا بشدة جدا على الاقتراح ده ومش موافقين عليه، وده بيولع خناقة كبيرة وحادة جدا بينهم وبين سيلفيا قدام الكل. فسيلفيا بتقرر تعمل تصويت مفتوح عشان تشوف رأي الأغلبية إيه، ولما الأغلبية بتقف في صفها وتوافق على رأيها ده بيجنن البنتين. بعد كده البنتين بيروحوا معرض سيلفيا كانت عاملة فيه نموذج خشبي لمكتبة، وكانت عاملاه عشان الناس تسيب فيه كتب وتشاركها مع بعضها البعض. الموضوع ده بيخليهم يغيروا منها جدا وبيحسوا بغيرة شديدة ناحيتها، فقرروا يدمروا النموذج ده تماما عشان ينتقموا منها ومن اللي عملته. بعد شوية سيلفيا بتكتشف ان النموذج بتاعها اتدمر تماما وما بقاش نافع، وبتبدأ تنهار وتخاف جدا لان دي كانت فرصتها عشان تكسب منحة دراسية. في المساء سيلفيا بتفضل سهرانة متأخر في المدرسة عشان تخلص مشروعها، وفي اللحظة دي بتسمع أصوات غريبة جدا حواليها والنور بيقطع فجأة. بتنجح انها ترجع النور تاني ويشتغل في المكان اللي هي فيه، بس بتلاقي نفسها محاصرة بشخصين لابسين أقنعة وماسكين سكاكين في ايديهم. سيلفيا بتسألهم هم مين وعايزين منها ايه في الوقت ده، بس بسرعة بتتعرف على جزمة ميكايلا وبتعرف انها هي اللي تحت القناع. بتحاول تجري وتهرب بأي طريقة عشان تنقذ نفسها من الموت، بس واحدة من البنتين المقنعين بتزقها جامد ناحية زرار تشغيل مكنة، وده بيشغل سلاسل بترفع البنت المسكينة دي لفوق ناحية منشار كهرباء، والمنشار بيقطع راسها بوحشية وبيفصلها عن جسمها تماما في مشهد مرعب. بس البنتين متضايقين من اللي حصل ده عشان ده برضه هيبان كأنه حادثة، فعشان كده بيقطعوا الجثة حتت صغيرة عشان ينشروا الخوف من القاتل المتسلسل. تاني يوم الصبح لما طالبة بترجع المدرسة وبتدخل المكان ده بتترعب لما بتلاقي أشلاء جثة سيلفيا متبعترة في كل حتة حواليها. المشهد البشع ده بيثبت أخيرا نظرية القاتل المتسلسل للناس كلها، وده بيرفع شعبية مدونة تراجيدي جيرلز بشكل فوري وكبير جدا، وبيكسبهم متابعين أكتر بكتير من الأول، وبيخليهم مشهورين في المدرسة. وصحفي بيطلب يعمل مقابلة مع البنتين عشان يتكلموا عن الموضوع ده، والطلاب كمان بقوا ملهوفين إنهم يتصوروا معاهم وينشروا الصور دي. بعد كده جوردان بيقرب من ميكايلا وبيلاحظ حاجة غريبة على جزمتها، بيشوف دم عليها وده بيخليه يشك ويحس إن في حاجة غلط، بس هي بسرعة بتقوله إن ده بسبب دورتها الشهرية التقيلة عليها. بعد شوية في قاعة المدرسة البنتين بيعرضوا فيديو تكريما لذكرى سيلفيا، وبيطلبوا من الجمهور إنهم يتابعوا صفحتهم على تويتر عشان يعرفوا الجديد. لكن فجأة بيقاطعهم رجل مطافي محلي من المدينة اسمه بيج آل، واللي بيطلع على المسرح وبيلقي خطاب حماسي جدا ومؤثر في الناس، وبيعرض إنه يتطوع عشان يفتش كل ركن في المدينة ويمسك القاتل، وده بيبهر كل الموجودين وبيخليهم يسقفوا له بحرارة شديدة جدا.
جدا، لكن ده بيجنن سادي وميكايلا وبيخليهم يغيروا منه غيرة عمية عشان رجل المطافي ده سرق منهم الأضواء والاهتمام كله في لحظة، وبيقرروا إنه هيكون الضحية الجاية ليهم وهيتخلصوا منه قريب جدا، وبيقرروا يسمموه لأنه ضخم جدا ومحدش فيهم هيقدر عليه في القوة. في المساء ده جوردان بيوصل الاسم عشان يطلب من أبوه الشرف إنه يبص على مدونة تراجيدي جيرلز ويحقق فيها كويس جدا، لأنها بتحتوي على معلومات مهمة وخطيرة ممكن تفيد في القضية دي. بس أبوه بيرفض وبيقول له حتى لو مسكوا القاتل ده في الآخر ده مش هيرجع أم جوردان للحياة تاني، وبيطلب منه ينسى الهوس ده. بعد ما الراجل العجوز بيخرج من مكتبه ويسيبه لوحده في المكان، جوردان بيتسحب لحد كمبيوتر أبوه وبيسرق شوية معلومات مهمة منه. على الناحية التانية بيج آل بيتمرن متأخر في الجيم لوحده تماما، ولما ميكايلا بتقرب منه وبتبدأ تعاكسه وتتكلم معاه بطريقة ملفتة وبتتعمد إنها توقع إزازة المية بتاعته على الأرض قدامه، وبتعرض عليه إنها تملاها له تاني مية نظيفة من الحنفية الموجودة هناك، وبتحط له السم في السر من غير ما ياخد باله خالص. في الوقت ده سادي قاعدة في عربيتها بره ومستنية ميكايلا تخلص لما بتجيلها رسالة من جوردان بيقول لها إنه جاي يقابلها كمان 20 دقيقة. الرسالة دي بتخليها تتوتر جدا وتصاب بحالة من الذعر الشديد. في مكان تاني ميكايلا بتدي المية المسمومة اللي بيج آل عشان يشربها، بس في اللحظة اللي كان خلاص هيشرب فيها المية دي فعلا بيسمع أصوات غريبة جاية من بره المكان اللي هم فيه، وبيطلع يجري بسرعة عشان يشوف فيه إيه بره ويتأكد من الصوت، وما بيلاقيش حد موجود بره خالص والمكان فاضي تماما وهادي جدا. وسادي اللي اتسحبت ودخلت جوه الجيم بتحاول تحذر صاحبتها ميكايلا بسرعة وبتقول لها إنهم لازم ينجزوا ويخلصوا اللي بيعملوه ده بسرعة قبل ما يتكشفوا. بيج آل بيرجع تاني وبيشرب المية المسمومة دي في الآخر، بس سادي بتقرر تسرع الأحداث شوية وبتهجم عليه عشان تخلص عليه. الراجل ما بيتهزش حتى من مكانها وما بيتأثرش بالهجوم ده خالص، وبيرموا عليه أدوات تقيلة كتيرة جدا بس هو بيصدها كلها بسهولة. فميكايلا بتطلع فوقيه عشان تحاول تشل حركته وتسيطر عليه شوية، بس هو بيرميها بمنتهى السهولة ناحية مراية كبيرة وبيكسرها بيها، وبعدين بيبدأ يخنق سادي وكان خلاص قرب يقتلها في إيده. وفي اللحظة دي بالذات سادي بتوقع بار حديد تقيل على دماغه وبتكسر جمجمته وبتفتح دماغه نصين في مشهد دموي ومرعب جدا. بعد كده جوردان بيوصل عشان يقابل سادي زي ما اتفقوا سوا، وبيدي المعلومات اللي سرقها من كمبيوتر أبوه الشارف في الاسم واللي بتتضمن تقارير شرطة وصور من مسرح الجريمة لكل الجرائم. سادي بتشكره جدا على إنه صديق كويس وجدع معاها وبيساعدها دايما، بس لما بيحاول يبوسها بتقوم متفادياه وبتبدأ تتكلم عن التحقيق والقضية. تاني يوم الصبح مدرب بيوصل الجيم وبيترعب لما بيلاقي جثة بيج آل مرمية في حالة بشعة ومزرية جدا والدم مالي المكان كله حواليه. بسرعة الخبر بينتشر في المدينة كلها عن الحادثة البشعة اللي حصلت دي، وده بيخلي مدونة تراجيدي جيرلز تنفجر وتوصل ل 105,000 متابع. بعد شوية السكان بيتجمعوا في مبنى البلدية عشان يعملوا اجتماع مهم، والشرف بيطالب كل الجميع انهم يهدوا ويحافظوا على هدوء اعصابهم في الوقت ده. هنا جوردان بيلاحظ ميكايلا وهي بتستخدم تليفونها في اللحظة دي قبل ما كل الناس اللي في القاعة توصلهم صورة مرعبة على تليفوناتهم، صورة دماغ بيج آل وهي متكسرة ومفتوحة نصين بشكل بشع جدا. البنات المجانين دول بيبدأوا يتهموا الشرف انه فشل في اداء شغله وبيبدأوا يهتفوا ويقولوا افتكروا آل، والناس كلها بتهتف معاهم بحماس بما فيهم عمدة المدينة نفسه اللي انضم للهتاف ضد الشرف. نرجع تاني للمخزن وبنشوف ان لويل المتوحش قدر يحرر نفسه اخيرا بعد صراع طويل ومجهود جبار، قدر يفك قيوده ويهرب منها. في المساء المدينة كلها بتبدأ مسيرة كبيرة وماشيين شايلين صور بيج آل عشان يثبتوا للقاتل انهم مش خايفين منه وهيفضلوا واقفين ضده. بس الامور بتاخد منحنى مرعب لما بيكتشفوا جثة العمدة بتاعهم متعلقة على عمود في الشارع ومقتول بطريقة وحشية جدا قدامهم، وميكايلا وسادي بيترعبوا لما بيدركوا ان القاتل المتسلسل الحقيقي هرب منهم. تاني يوم الصبح البنتين بيعملوا لقاء صحفي مع مراسلين القنوات التلفزيونية، وفي اللقاء ده بيلوموا الشرطة على كل حاجة حصلت في المدينة دي وبيحثوا الجميع انهم يتابعوا صفحتهم عشان يعرفوا الحقيقة كاملة منها. بعد كده جوردن بيقول للبنات انه مش هيقدر يساعدهم تاني خلاص لان ابوه محتاجه دلوقتي اكتر منهم وهيقف جنبه في المحنة دي. الكلام ده بيجنن ميكايلا اللي بتشتم الشريف وبتقول عليها عديم الفايدة، وبتقول انه ما عملش اي حاجة لما مراته اتقتلت زمان وما اتحركش خالص، وده بيولع خناقة كبيرة بينهم. وجوردن بيسرق تليفون ميكايلا من غير ما تحس قبل ما هي تمشي وتسيبهم وهي متعصبة جدا من اللي حصل. لما بترجع البيت ميكايلا بتعلن ان جوردن لازم يموت ويخلصوا منه، بس سادي عندها نقطة ضعف تجاهه وبتصر انه شخص مسالم ومش مؤذي. هنا ميكايلا بتكتشف ان تليفونها ضاع ومش لاقياه معاها في اي حتة، ووافقة تماما ان جوردن هو اللي سرقه منها عشان يفتشه، وهي قلقانة جدا انه ممكن يلاقي دليل ادانتهم عليه ويوريه لابوه، فعشان كده بتقرر تخلص عليه الليلة دي وتقتله عشان ترتاح منه. بس سادي بتقول لها بما انه صاحبها فهي اللي هتعمل المهمة دي. بعد شوية سادي بتوصل عشان تقابل جوردن في بيته زي ما
مخططه، وهو بيطلعها معاه الدور اللي فوق عشان أبوه نايم في الصالة تحت، وبيبدأوا يدردشوا سوا بينما ميكايلا قاعدة بره في العربية بتسمع كل حاجة. جوردن بيقول لسادي إنه شاكك إن ميكايلا ممكن تكون هي القاتلة أو إنها بتتعاون مع حد تاني وبتساعده في الجرائم اللي بتحصل دي، وبيذكر موضوع الدم اللي كان على جزمتها والوقت اللي استخدمت فيه تليفونها، وإن كل الناس وصلت لهم صورة دماغ بيج آل في نفس اللحظة دي، وبيعترف كمان إنه سرق تليفونها بس معرفش يفك القفل بتاعه لحد دلوقتي. في اللحظة دي سادي كانت مستنية الفرصة المناسبة عشان تهجم عليه وتقتله، بس جوردن بيبدأ يعبر ليها عن مشاعره ناحيتها وحبه الكبير ليها بصدق، وبيقول لها إنه مش عايز أي حاجة وحشة تحصل لها وإنه خايف عليها جدا. الكلام ده بيأثر في سادي جدا وبشكل صادم، بتبدأ تبوسه بحرارة بينما ميكايلا بره في العربية بتتعصب جدا من اللي بتسمعه بيحصل جوه. وفجأة بتلاحظ لويل وهو داخل البيت وطالع على الدور اللي فوق. لويل بيخبط على باب الأوضة، ولما جوردن بيفتح الباب عشان يشوف مين، لويل بيهجم على سادي بعنف شديد جدا وبيحاول يقتلها في اللحظة دي، والاتنين بيدخلوا في صراع وحشي وعنيف جدا مع بعض في الأوضة. في الوقت ده ميكايلا بتكسر شباك البيت عشان تصحي الشريف النايم تحت، واللي بيسمع صرخات سادي العالية جاية من الدور اللي فوق فبيقوم بسرعة. في نفس الوقت سادي بتحرر نفسها من لويل وبتجري على الطرقة بره بالظبط في اللحظة اللي الشريف بيوصل فيها ومعاه سلاح وجاهز للضرب، وده بيخلي الراجل المقنع ينط من شباك الدور التاني ويهرب ويختفي بسرعة. الشريف بيجري على ابنه المصاب اللي بيقول له إن سادي هي اللي أنقذت حياته. سادي بتتصل بالطوارئ وفي نفس الوقت بتكسر تليفون صاحبتها ميكايلا تماما، وفي نفس الوقت ده ميكايلا بتلاحظ لويل المصاب وهو بيهرب من البيت. المشهد بيتنقل لبعد أسبوعين والشريف بيلقي خطاب قدام الناس في المدينة وبيقول إنه من ساعة الهجوم اللي حصل في بيته مفيش أي ظهور للقاتل، وجوردن نجا من الهجوم ده كمان. والشريف بينسب الفضل كله لسادي الشجاعة لأنها واجهت المهاجم بشجاعة وأنقذت ابنه من موت محقق في الليلة دي. الجمهور بيسقف لها بحرارة شديدة جدا وهم معجبين بشجاعتها وقوتها دي، بينما ميكايلا بتموت من الغيرة والحقد وبتمشي وتسيب المكان وهي متعصبة جدا. بعد كده سادي وشوية بنات بيجهزوا زينة حفلة التغرج في صالة الألعاب لما ميكايلا بتوصل وبتشدها على جنب عشان تتكلم معاها في موضوع مهم. هنا ميكايلا بتتهم سادي إنها مستمتعة بكل الاهتمام اللي بتحصل عليه ده، وإنها كمان بتعاود الشخص الفاشل اللي كان المفروض تخلص عليه وتقتله. سادي بترد عليها بالإهانات هي كمان وبتقول لها إنها مش محتاجاها تاني خلاص. في الأيام اللي بعدها سادي بتتصرف كأنها بنت مؤدبة وبتبعد عن المشاكل، بينما صاحبتها المقربة بتكون هتطقق من الغيظ والغضب منها ومن تصرفاتها. بعد أيام بتيجي ليلة حفلة التغرج أخيرا، وجوردن بيوصل عشان ياخد سادي وبيروحوا المدرسة سوا عشان يحضروا الحفلة الكبيرة دي مع باقي الطلاب. والمفاجأة إن ميكايلا بتوصل الحفلة مع لويل وشكلهم بيخططوا لحاجة كبيرة. بعد كده في الحفلة سادي بترقص مع جوردن بس شكلها مش مبسوطة خالص، وبعد شوية بيعلنوا عن ملك وملكة الحفلة السنة دي قدام الجميع، وبيتضح إنهم محدش غير الاتنين دول، جوردن وسادي اللي كسبوا اللقب. الفايزين بيبدأوا يرقصوا دلوقتي بس سادي لسه شكلها مش مهتمة ومفتقدة صاحبتها. في مكان تاني مدرسة بتخرج بره المبنى عشان تشم شوية هوا نظيف لما فجأة بتقرب منها ميكايلا وبتبدأ تفتح معاها كلام ودردشة عادية، وفي اللحظة دي المدرسة بتلاحظ راجل ضخم ومقنع واقف وراها مباشرة. ميكايلا بتطعنها في ظهرها بالسكينة وبتذبحها من رقبتها بوحشية شديدة جدا وبتنهي حياتها تماما في مشهد دموي ومرعب في ثواني معدودة. بعد لحظات سادي بتوصلها صورة للمدرسة المقتولة مبعوثة من تليفون ميكايلا، وده بيصدمها جدا وبيخليها تجري عشان تدور على صاحبتها وتواجهها باللي عملته ده، وهي مش عارفة إن جوردن ماشي وراها وبيراقبها في كل خطوة بتمشيها. قريب سادي بتلاقي ميكايلا لابسة قناع غريب جدا وشكله مخيف، وبتترجاها إنها تبطل قتل وما تضيعش مستقبلها ومستقبلهم هما الاتنين. بس ميكايلا فجأة بتفكرها بأول جريمة قتل عملوها وهم لسه أطفال صغيرين، واللي بشكل صادم جدا بتطلع هي قتل أم جوردن نفسها زمان. فلاش باك بيورينا الطفلين وهم بيخنقوا الأست المسكينة وهي سايقة بيهم وهي مروحاهم البيت بعد تمرين الرقص اللي كانوا فيه سوا. سادي بتجادل إنها كانت مجرد حادثة وما كانوش يقصدوا يقتلوها فعلا، بس ميكايلا بتصر إنها ما كانتش حادثة وإنهم هما الاتنين كانوا عايزين ده يحصل.
في الوقت ده جوردن بيكون سامع كل الكلام ده ومذهول من اللي بيسمعه، بينما ميكايلا بتقدم سادي لرفيقها في الحفلة اللي هو لو ويل القاتل. سادي بتسألها لو كانت ناوية تقتلها هي كمان وتخلص منها الليلة دي، بس ميكايلا بتقول لأ، وإنها بس عايزة تخلص اللي بدأوه سوا زمان. في اللحظة دي جوردن بيرمي قطعة أثاث ضخمة جدا على لو ويل من فوق، وبيهرب مع سادي للدور اللي فوق باستخدام سلم كان موجود هناك، بس بسهولة بيتحصروا من الاتنين التانيين وما بيبقاش قدامهم مفر منهم. بعد كده لو ويل بيحاول يهجم على سادي عشان يقتلها ويخلص عليها، بس ميكايلا بتصر إن سادي خط أحمر وممنوع حد يقرب منها نهائي، وده بيؤدي لخناقة كبيرة بينهم في الوقت الحرج ده. الراجل بعد كده بيكشف إنه منسيش إزاي كتفوه وعذبوه قبل كده، وإنهم كانوا بيأكلوه أكل كلاب وهو محبوس عندهم في المخزن، وبيهجم بعنف شديد جدا على ميكايلا عشان ينتقم منها على اللي عملته فيه، بس هي بتضرب عليه نار في دماغه وبتخلص عليه بسهولة تامة. البنتين دلوقتي بيحضنوا بعض بارتياح شديد وبيقولوا إنهم وحشوا بعض جدا، بس جوردن بيتدخل وبيحاول يقنع سادي إنها ما تتورطش مع قاتلة زي دي، وإنهم ناويين يسلموا ميكايلا للشرطة عشان تاخد جزائها على جرايمها دي. سادي بيبان عليها إنها اقتنعت بكلامه وبتبدأ تبوسه عشان تطمنه، بس في تويست صادم جدا بتلف فجأة حبل حوالين رقبته بسرعة وبترميه من على الحافة عشان تسيبه متعلق ومشنوق لحد ما يموت. بعد ما الولد المسكين ده بيموت، البنتين بيلبسوا أقنعة غريبة ومخيفة وبيبدأوا يثيروا الفوضى والدمار في المدرسة كلها ويولعوا في حاجات كتير. وقريب جدا كل طالب بيوصله رسالة على تليفونه فيها صورة مرعبة، صورة باب الصالة للجياميات وهي مقفولة بالسلاسل من بره بإحكام، والحفلة لسه شغالة جوه والطلاب محبوسين ومش عارفين يخرجوا. الطلاب بيصابوا بالذعر وبيحاولوا يهربوا بأي طريقة بس مفيش فايدة، بينما البنات المجنونين دول واقفين بره بيتفرجوا عليهم وهم بيصرخوا ومستمتعين جدا برعبهم وخوفهم وصرخهم اللي مالي المكان كله. بعد شوية المطافي بتوصل أخيرا عشان تطفي الحريق الهائل اللي ولع، بينما البنات قاعدين بره بهدوء وبيستمتعوا بالفوضى اللي هم السبب فيها. الشريف بيصاب بالرعب واليأس لما بيدرك إن ابنه كمان مات في الحريق ده. في المشهد اللي بعده بيمر شوية وقت والأخبار بتقول إنه 12 طالب ماتوا. الشريف الحزين والمكلوم استقال من شغله وقرر يتفرغ للأعمال الخيرية باسم ابنه، وبطريقة ما اللوم كله بيقع على لو ويل وإنه هو السبب في كل ده، بينما البنتين بيحتفلوا بيهم كبطلات وعندهم ملايين المتابعين على السوشيال ميديا، ودلوقتي بيبيعوا كتب وفيه فيلم هيتعمل عن قصتهم وحصلوا على منح دراسية كاملة. الفيلم بينتهي والبنات بيودعوا أهاليهم وبيروحوا الجامعة عشان يبدأوا حياة جديدة، وبيسيبوا وراهم طريق طويل من الضلمة والدمار والخراب اللي عملوه. ودي كانت نهاية حكايتنا المرعبة النهاردة عن تراجيدي جيرلز وجنونهم. لو الفيلم عجبك وحسيت بالتشويه والإثارة من أول دقيقة لآخر دقيقة فيه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وأشوفكم في ملخص فيلم تاني قريب إن شاء الله مع حكاية جديدة ومثيرة.